السلام عليكم، بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هنوضح لحضراتكم بمنتهى السهولة، وهنجيب لكم مقطع مهم جدا. هنبين لكم ازاي مشايخ الازهر بينتموا للشيعة في الخفاء. احنا طبعا عارفين تاريخ الازهر، ان هو كان منشوء شيعي فاطمي، مجوسي اثنا عشري. وكانت مصر عاصمة الشيعة الفاطميين، يعني حكمونا الفاطميين 262 سنة، وكانت مصر هي عاصمة الدولة الفاطمية المجوسية الاثنى عشرية، اللي هي بتكفر الصحابة وتقول القرآن محرف والحاجات دي كلها. واحنا عارفين عقائد الشيعة وتصرفاتهم، واعتماد العقيدة الشيعية على التمسح والتوسل بالأضرحة والشرك بالله، اللي هو منهج الأزهر حاليا، اللي هم بيرجعوه دلوقتي. وراحوا جابوا البهرة علشان يفتتح الأضرحة وصرفوا عليها ملايين الملايين، في حين إن الشعب المصري بيعاني من الفقر، وفي ناس بتموت من قلة إنها تكون معاها أموال إنها تقدر حتى تشتري الأدوية، فما بياخدش الدواء، فبالتالي بيحصل له مضاعفات وبيموت. وفي حتى من حالة سوء التغذية، ما هو انت طالما ما معكش اموال تقدر تشتري اكل نظيف، بالتالي هتاكل اكل اي كلام، فبالتالي هتضعف، بالتالي هيجي لك امراض، ومعظم الامراض بتيجي من الاغذية، بالتالي هتموت. وراح صرفوا هذه الاموال الطائلة باسم البهرة اللي هو جاي من الهند، اللي هو أساسه شيعي فاطمي، على الأضرحة والقبور، علشان الناس تروح تتمسح في شوية حديد وصفيح وشوية وثنيات اللي هي المقابر، باسم إن هم دول آل البيت وأولياء الله الصالحين. والكلام ده كله كذب، ودي يعني عقيدة شيعية مجوسية مبنية على الشرك بالله. عايز تدعي ربنا ادعيه مباشرة، ربنا قال لنا إن هو أقرب لينا من حبل الوريد، وان هو قال لنا كمان ادعوني استجب لكم. فما فيش داعي ابدا ولا في اي مبرر ان انت تروح تتمسح في شويه حديد وصفيح على اساس ان جوه هذه المقابر والوثنيات ان هم آل البيت. ومين قال لك ان آل البيت ان هم اللي هيخلي ربنا يستجيب ليك؟ اللي هيستجيب ليك، اللي يخلي ربنا يستجيب ليك، اللي هو عملك واستقامتك، وان انت تكون مخلص لله ورسوله والمسلمين. مش ان انت تروح تتمسح في شويه حديد وصفيح، والمعتقد ان شويه التراب اللي جوه دول اللي هم الولي ده. وايش ضمنك كمان؟ يعني ايه اللي ضمنك ان اللي جوه ده ولي من اولياء الله؟ يعني ايه اللي ضمنك؟ هم قالوا لك ان هم اولياء الله الصالحين، وان جوه المقبره ديت في واحد مدفون ان هو ولي. مين ايه اللي ضمنك هذا الكلام؟ فنبعد عن هذه الوثنيات. وهنجيب لك دلوقتي مقطع للشيخ عبد الله رشدي اللي بيمثل الازهر، اللي هو طبعا احنا عندنا شيخ الازهر احمد الطيب ده صوفي، وقلنا الصوفيه واخوان حسن البنا هم الشيعة الفاطميين متخفيين. الكلام ده حصل ازاي؟ لما صلاح الدين الايوبي قضى على رأس الحكم الفاطمي في مصر والدول الاسلامية، تخفوا طبعا الناس اللي هي تشيعت، ما حولوش عقيدتهم على طول من الشيعة للسنة على طول. بدليل مثلا الإخوان، مثلا لما تم القضاء على رأس الحكم الإخواني اللي هو محمد مرسي وكلام من ده، هل الإخوان اللي هم أتباع الإخوان حسن البنا غيروا عقيدتهم بسرعة وتركوا الإخوان؟ ما حصلش، لكن بيتخفوا. فكذلك لما صلاح الدين الأيوبي قضى على رأس الحكم الشيعي، فالناس اللي هي تشيعت من مصر، ما احنا قلنا الشيعة دول قعدوا في مصر يعني متحكمين في الشعب المصري وعقول الشعب المصري 262 سنة. فبالتالي في أعداد كبيرة تشيعت نتيجة إن كان بيمارس عليهم الضغوط نفسية وضغوط مالية والفقر والحاجات ديت، فكانوا بيخلوهم يجبروهم إن هم يتشيعوا. فهل الناس ديت لما صلاح الدين قضى على الحكم بتاعهم رأس الحكم، هل الناس دي تركوا عقيدتهم الشيعية؟ لا طبعا، لكن تخفوا في ايه؟ في صورتين اتنين: صورة الصوفية، وبعد كده لما دولة الخلافة الإسلامية سقطت سنة 1924، جريوا
عن طريق الاحتلال الإنجليزي والفرنساوي. ما تنساش فرنسا، فرنسا هي اللي متولية خطط ضرب الإسلام وإحداث فتن، هي اللي جابت الخميني، وهي اللي كانت بترعى الخميني اللي هو بتاع إيران، وحولت إيران لشيعة مجوسية علنية تسب الصحابة وكفر الصحابة وتقول القرآن محرف في العلن. فكذلك فرنسا كانت مشتركة مع انجلترا أيام الاحتلال، وكونت لما سقطت دولة الخلافة سنة 1924 جمعت الصوفية دول اللي هم شيعة متخفيين في الصوفية، شيعة فاطمية، ونظمتهم في صورة جماعة الإخوان. والكلام ده حصل سنة 1928، ونصبت عليهم على رأس تنظيم الإخوان ده اللي هو حسن البنا. فده شيء يعني دول شيعة مجوس. إيه الدليل على صحة كلامي؟ إن حسن البنا كان صوفي حصافي شاذلي، كان صوفي حصافي، وقال في مذكراته الدعوة والداعية ومجموعة رسائله إن جماعة الإخوان حقيقة صوفية. فالصوفية هم الإخوان، ولكن بينظموهم علشان يمارسوا الطغية، علشان يخدعونا. فهم أساسا يعني الإخوان هم الصوفية، هم الشيعة الفاطمية، وهم اللي مسيطرين على الأزهر. احنا عايزين نوصل، أنا عايز أوصل لحضرتك إن الأزهر مسيطر عليه الصوفية اللي هو في صورة أحمد الطيب وعلي جمعة وكل الصوفية اللي مسيطرين على الأزهر الآن سيطرة كاملة. مين هم الصوفية بقى؟ هم الإخوان، إخوان حسن البنا. لأن في ناس بتغالط وعايزين يخدعوك ويقول لك ده الصوفية حاجة والإخوان حاجة. لا، الاتنين حاجة واحدة، بدليل زي ما أنا قلت لحضرتك إن حسن البنا كان صوفي حصافي شاذلي، وقال في مجموعة مذكراته والدعوة الداعية ومجموعة رسائله إن الإخوان حقيقة صوفية. ده كلامه مش كلام أنا، اقروا الكتب ده عشان تعرفوا الحقيقة. فالتلاتة حاجة واحدة، الإخوان حسن البنا والصوفية والشيعة الفاطمية هم حاجة واحدة. بالتالي أحمد الطيب هو إخواني متخفي في الصوفية، ليه تصريح خطير في منتهى الخطورة، قال إن نص جماعة الإخوان أزهرية. خد بالك من التصريح، مش نص الأزهر إخوان، لا، كنا نضمن في الحالة دي إن نص الأزهر مش إخوان، لكن هو قال تصريح في منتهى الخطورة، قال نص جماعة الإخوان أزهرية. يعني بالتالي إن أنت ممكن تلاقي أكتر من 90% من الأزهرية المشايخ الأزهر إخوان، وده واضح جدا إن هم اللي مسيطرين على الأزهر ومسيطرين على مصر الآن. فعبد الله رشدي ما يقدرش حتى ينكر إن هو إخواني. شوفوا كده الصورة دي كده مع حازم صلاح أبو إسماعيل اللي هو رأس الإخوان، ما يقدرش ينكرها. بالتالي بيروج للفكر الشيعي. ما احنا قلنا الإخوان، إخوان حسن البنا والصوفية هم الشيعة الفاطمية، بالتالي بيروجوا لرموز الشيعة بتوعهم اللي احنا مخدوعين فيهم. أمثال مين مثلا؟ أمثال عبد الله ابن عباس. عبد الله ابن عباس ده اللي بيقول عليه ان هو حبر الأمة زي ما هتسمعوه دلوقتي، وان هو عالم وصحابي مش عارف أكبر علماء الصحابة. الكلام ده عبد الله ابن عباس ده ابحثوا فيه شخصيته هتجدوا ان انتم مخدوعين فيه خديعة كبرى. ليه؟ لأن عبد الله بن عباس ده ازاي يبقى صحابي وهو أسلم مع أبوه؟ كان طفل أصلا، يعني أبوه اللي هو العباس اللي هو عم الرسول عليه الصلاة والسلام أسلم في فتح مكة سنة 8 هجرية، والرسول احنا عارفين ان هو مات يعني في أوائل 11 هجرية، يعني ما قعدوش معاه كتير. وعبد الله بن عباس كان في التوقيت ده في فتح مكة كان عنده حوالي 8 سنين، كان عنده حوالي 8 سنين، كان طفل. فازاي يبقى صحابي للرسول؟ وقالوا ان عبد الله بن عباس ده هو حبر الأمة، وان هو ليه 1640 حديث. طب ازاي يعني وهو ما قعدش مع الرسول؟ هنقول مجازا يعني ان هو بعد فتح مكة وهو طفل، بعد ما أسلم العباس والده وهو يعني دخل الإسلام معاه كطفل، يعني ما اختارش الإسلام،
قعد مع الرسول سنة مثلا أو سنة ونص، هل يستطيع طفل عنده 9 أو 10 سنين زي عبد الله بن عباس ده يجمع 1640 حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام؟ أي عقل يقول الكلام ده؟ فدي كلها أحاديث تم دسها، لأن عبد الله بن عباس ده شيعي رافضي من شيعة علي بن أبي طالب. هتقول إيه دخل ده علي بن أبي طالب في الكلام ده؟ ما هو علي بن أبي طالب هو صانع ونبي، النبي اللي هو كان بيدعي النبوة، اللي هو كان بيدعي النبوة وشيع الناس، هو اللي نشأ الشيعة، اللي هو علي بن أبي طالب هو اللي نشأ الشيعة، لأنه كان بيدعي النبوة قلنا في اليمن، ونشر دعوته، كان بيمارس التقية. ما تعرفش ليه؟ لأنه كان بيمارس التقية. الوحيد اللي كانوا بيدعوا النبوة اللي كانوا بيدعوا النبوة أيامه كان بيمارس التقية. التقية يعني إيه؟ كان بيغطي وما يقولش إن هو بيدعي النبوة، لكن بيدعو الناس سرا ليه هو. الكلام ده ابحثوا فيه، هتجدوا إن في دين شيعي ودين سني. مين رأس الدين الشيعي؟ هو علي بن أبي طالب. طب ده معناه إيه؟ ورأس الدين السني اللي هو الرسول عليه الصلاة والسلام. طب ده معناه إيه؟ يبقى في دينين، يبقى بالتالي علي بن أبي طالب بالتأكيد كان من المدعين النبوة، لكن الناس مش واخدة بالها ومش عارفين، واحنا بنقتل بسبب هذه الفتنة اللي عملها علي بن أبي طالب حتى الآن. يعني هو ده سبب ان انا بتكلم في الموضوع ده، في علي بن ابي طالب اكبر واحد اتخدعنا فيه، وتم تدمير الامه الاسلاميه وشق الصف لشيعه وسنه اللي بنقتل بسببها حتى الان، وهنقتل بسببها لحد يوم القيامه للاسف، لان الناس مش قادره تصدق الكلام ده، مش قادرين يصدقوا ان علي بن ابي طالب كان من اخطر الشخصيات على الاسلام والامه الاسلاميه، وهو اللي قسم الامه الاسلاميه نصفين، شيعة وسنة، ودمرها. وكان في خلافته اللي 5 سنين إلا 3 شهور ما كانش ليه هم إلا قتل المسلمين، وتوقفت الفتوحات وتوقفت عملية نشر الإسلام، وما كانش ليه هم إلا قتل المسلمين هو وأولاده الاثنين الحسن والحسين. وعبد الله بن عباس ده كان من شيعة علي، واشترك معاه في معارك علي بن أبي طالب ضد المسلمين في معركة الجمل والنهروان وصفين، وتسببوا في قتل عشرات الآلاف من المسلمين. راجعوا الكلام ده وابحثوا عشان تعرفوا الحقيقة. فدلوقتي اللي هو نرجع لموضوع عبد الله رشدي، الشيخ عبد الله رشدي اللي هو بيمثل الأزهر، إن هو بيعظم في عبد الله بن عباس وبيخدعك، يقول لك إن هو حبر الأمة وإن هو أكبر عالم في الصحابة، والكلام ده غير صحيح زي ما أنا شرحت لحضرتك. إزاي طفل عنده 9 أو 10 سنين يجمع 1640 حديث عن الرسول؟ جمعهم إمتى وإزاي؟ وممكن أصلا ما يكونش قابل الرسول، لأن احنا قلنا العباس أبوه وهو كانوا في مكة، أسلم في فتح مكة سنة 8 هجرية، يعني في آخر حياة الرسول. يبقى إزاي عبد الله بن عباس هو طفل يجمع 1640 حديث عن الرسول؟ اعقلها بعقلك. كل الأحاديث اللي موجودة هي كانت يعني مدسوسة، اللي عملوها علشان يخدموا اتجاه معين، اتجاه الشيعة المجوس، لأن زي ما قلت لحضرتك عبد الله بن عباس ده شيعي رافضي، يعني كان من شيعة علي بن أبي طالب. فنسمع دلوقتي المقطع بتاع عبد الله رشدي اللي هو الإخوان المتخفي الشيعي الفاطمي المتخفي، لأن لا يمكن أبدا تكون مصر خالية من الشيعة. بقول لحضرتك الشيعة الفاطميين دول حكمونا 262 سنة، وكنا في مصر هنا عاصمة الدولة الفاطمية. فعايز تقنعني إن مفيش شيعة خالص؟ في، بس هم متخفين زي ما شرحت لحضرتك في صورتين، الصوفية واخوان حسن البنا، وبيمارسوا التقية. يقول لك لا احنا مش شيعة، ده بقول لك احنا اهل سنة، بيدعوا ان هم اهل السنة. لكن بنكشفهم ازاي؟ عن طريق تصرفاتهم وعن طريق الاقوال بتاعتهم، تعظيمهم في علي بن ابي طالب والحسن والحسين وعبد الله بن عباس وعمار بن ياسر اللي هم رؤوس الشيعة.
اللي قتلوا سيدنا عثمان بن عفان ظلما وغدرا عشان ياخدوا الخلافة منه، وقتلوا عشرات الآلاف من المسلمين، ومنعوا الفتوحات الإسلامية وتوقفت نشر الإسلام في أيامهم. نسمع دلوقتي المقطع ده المهم ده لعبد الله رشدي وهو بيمدح في عبد الله بن عباس. وحضرتك ممكن تكون مخدوع برضه ومصدق ان عبد الله بن عباس هو حبر الامه، وان هو عالم عظيم من ورمز كبير في الاسلام، وان هو صحابي. الكلام ده مش صحيح زي ما شرحت لك. اسمع كده هذا المقطع في لعبد الله رشدي وهو بيمدح في هذا الرافضي اللي الناس مخدوعه فيه، عبد الله بن عباس. وسيدنا عبد الله بن عباس ده ابن عم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، ده حبر الأمة وترجمان القرآن، كان من علماء الصحابة في وقته. وسيدنا عبد الله بن عباس ده ابن عم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، ده حبر الأمة وترجمان القرآن، كان من علماء الصحابة في وقته. حضرتك سمعت اهوت. طبعا ممكن حضرتك ما تكونش مصدق. طب تصدق ازاي؟ بان انت تروح تبحث في هذه المعلومات اللي انا قلتها لك، وتتأكد هل هي صح ولا خطأ. لو ما عملتش كده هترتكب ذنب، لأن ربنا سبحانه وتعالى أمرنا إن احنا نتدبر أي خبر أو نبأ يتقال لنا. فأنا قلت لك معلومة اهوت، أنت كل اللي عليك إن أنت تجيب المعلومات تبحث عنها. احنا في عصر التكنولوجيا وعصر النت والحاجات الحديثة ديت، تقدر تجيب المعلومات وتبحث عنها وتقرأ. تحاول إن أنت اللي تقرأ وتعتمد على نفسك وتشغل عقلك. يعني ما تعتمدش فقط ان انت تروح تسأل شيخ ازهري وهو اصلا متربى على زي العقائد الفاسدة. الازهر اللي هو الشيعي المجوسي المتخفي ما بيننا، اللي هم متخفيين في صورة الصوفية، واخوان حسن البنا بتوع الاضرحة بتوع البهرة، هيضللك. لكن انت اللي لازم تعتمد على نفسك وتجيب المعلومات بنفسك. اي واحد بيسمعني سواء ست او راجل او بنت او ولد، هات المعلومات. العصر اتغير دلوقتي، في امكانيه ان انت تجيب المعلومات وتقراها وتحللها وتقراها وتشغل مخك. اما تعتمد على الشيخ، المشايخ هيضللوك زي ما ضللونا 1400 سنه وخدعونا في علي بن ابي طالب وعبد الله بن عباس وعمار بن ياسر. عمار بن ياسر ده كان رافضي برضه، وكان هو اللي بيشجع على قتل عثمان بن عفان، واشترك مع علي بن ابي طالب في قتل المسلمين في المعارك بتاعته ضد المسلمين. أرجو أن تكون العملية وضحت، وابحث بنفسك عشان تتأكد من كلامي. والسلام عليكم ورحمة الله.